السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بيكم في فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين، احنا في شهر رمضان. فعشان كده حبيت ان انا انفذ معاكم فانوس بسيط كده. انا هعمله مقاس صغير على اساس ان هو يبقى ميدالية. لو انتم حابين تكبروا المقاس بتاعه تزودوا في عدد السلاسل اللي احنا هنعملها في البداية. طبعا تقدري تستخدمي اي نوع خيط انت حباه. انا هستخدم خيط سلسلة حرير كان موجود عندي، وهستخدم ابرة مقاس 3.5. تقدري تستخدمي لحد مقاس 5، هتبقى مناسبة مع الخيط. هنعمل اول حاجة عقدة البداية، نسمي بسم الله. انا هشتغل 12 سلسلة. هبتدي بداية الشغل بتاعي 12 سلسلة، 1 2 3. كده انا ارتفعت ب 12 سلسلة. هسيب اول غرزة اللي انا خارجة منها، هدخل في اللي بعدها وهعمل غرزة حشو. لو حابة تعلميها علميها، لان هي بتبقى نايمة بجنب كده، ممكن تكون مش واضحة ليكي وانت بتشتغلي. الغرزة التانية هدخل واعمل غرزة حشو. بعد كده هرتفع ب7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، وهسيب 7 سلاسل من تحت، 1 2 3 4 5 6 7، وهيتبقى معايا في النهاية غرزتين هشتغل فيهم غرز حشو. بقت معايا كده. هرتفع سلسلة وهدور الشغل بتاعي فوق غرزتين الحشو، وهعمل غرزتين حشو، 1 2. هاجي عند السلاسل دي اللي انا اشتغلتها، هبتدي اعدل الشغل بتاعي حرف السلسلة كده، وهشتغل في الغرزة الامامية دي غرزة منزلقة، وهكمل بقية ال7 بالشكل ده، هشتغل فيهم غرز منزلقة بالشكل ده. وصلت عند اخر غرزتين انا عاملاهم حشو، هدخل فيهم برضو اعمل غرزتين حشو. بعد كده هرتفع بسلسلة وادور الشغل بتاعي، وهشتغل فوق غرزتين الحشو غرزتين حشو، 1 2. وبعدين هرتفع ب7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، وهتنقل على الغرزتين اخر غرزتين معايا واعملهم غرز حشو، 1 2. هرتفع بسلسلة وهدور الشغل بتاعي، وهعمل فوق غرزتين الحشو غرزتين حشو، 1 2. بعد كده هدخل في السلاسل اللي انا عملتها، هعدلها بالشكل ده، وهدخل في الحلقة الامامية وهعمل غرز منزلقة بالشكل ده. كل غرزة هدخل وهعمل فيها غرزة منزلقة لحد ما بوصل عند اخر غرزتين، بدخل واعملهم غرز حشو كده، وبدخل في اخر غرزتين بعملهم غرز حشو. بعد كده هرتفع بسلسلة وهكرر نفس الشغل بتاعي لحد عدد معين، اما اوصل لعدد معين عشان لما اجي الفها كده تديلي حجم الفانوس اللي انا محتاجاه.
كده انا خلصت الحجم اللي انا محتاجاه. عملت 1 2 3 4 5 6، دول 6 عواميد اشتغلتهم. دي السلاسل بتاعه البداية، ودول برضو عملت زيهم بالظبط وما اشتغلتش عليهم غرزة منزلقة، عشان لما الفه بالشكل ده هجمعهم هما الاتنين مع بعض. طبعا انا قصيت الخيط وحطيته في ابرة التنظيف بتاعتي، وهبتدي ان انا اجمعهم الاتنين مع بعض. فهحطهم بالشكل ده، وهاخد كل غرزتين مع بعض زي ما احنا متعودين. كده وبكمل لنهاية الصف، باخد حلقة من الناحية دي وحلقة من الناحية اللي قبلها، وبشدهم هما الاتنين مع بعض عشان يتماسكوا بالشكل ده. وفي النهاية هتدينا نفس الحجم تقريبا بتاع العواميد اللي احنا عاملينها. انا كده خلصت شبكت الجزئين في بعض اهوت. بعد كده هدخل الابرة من هنا و في قلب الغرز من جوه عشان الخيط بتاعي ما يفكش، وهقص الباقي. تمام، ده اول جزء معايا اهوت. بعد كده هجيب الخيط بتاعي وهعمل دايرة سحرية، وهشتغل جواها 3 سلاسل، 3 غرز حشو. هرتفع الاول بسلسلة وهدخل جواها واعمل غرز حشو، 1 2، ودي معانا تالت غرزة، وهشد الخيط بتاعي واقفل الحلقة. بعد كده هاجي في الغرزة الاولى وهقفل الحلقة بتاعتي، هدخل بالشكل ده وهعمل غرزة حشو، مش هقفل بمنزلقة كده، وهدخل في نفس الغرزة واعمل كمان غرزة حشو. وفي الغرزتين التانيين برضو هعمل في كل غرزة غرزة حشو، 2 غرزة حشو. الغرزة التانية اهي هدخل فيها وهعمل 2 غرزة حشو، 1 2. كده انا خلصت الحلقة بتاعتي وعملت في كل غرزة غرزتين، وده المقاس اللي انا محتاجاه عشان اركبه هنا في القاعدة بتاعة الفانوس. وهبتدي ادخل برضو وهشبكها بنفس الطريقة. هاخد حلقة من الدايرة دي كده، حلقة من الدايرة دي وحلقة من الفانوس، وهشبكهم هما الاتنين مع بعض بالشكل ده. وطبعا لو انت هتنفذي مقاس اكبر هيبقى معاكي اوضح من كده الغرز. هو عشان المقاس بتاعه صغير فبيبقى صعب ان انت تشبكيه شوية بالشكل ده كده. وببتدي اكمل الشغل بتاعي واقفل القاعدة بالشكل ده. شايفين؟ كده انا قفلت القاعدة من تحت، بقت معايا بالشكل ده. بعد كده بدار الخيط بتاعي وبقصه عشان نكمله من فوق. كده انا هقفل بقى الفانوس بتاعي من فوق، فهعمل غرزة الفشارة زي ما انتوا شايفين. انا عملت 2 وسبت ما بين كل واحدة وواحدة مسافة، وهعمل كمان واحدة معاكم هنا عشان نشوف عملناها ازاي. وبعد كده نكملها. بنجيب الخيط بتاعنا وبنثبته
من المكان اللي احنا هنعمل فيه من جوه. عدد الفشارات دي حاجة بترجع لك، عايزة تعمليهم 3 أو 4 دي حاجة حسب ذوقك انتي. بندخلها في قلب الغرز عشان تبقى ثابتة. بعد كده بنشد الخيط من هنا، بندخل الإبرة كده وبنشد الخيط بتاعنا، بنقفل عليه بسلسلة، بنطلع بكمان سلسلة، وبعد كده بنعمل غرزة الفشارة بتاعتنا. واحد، انا عملت الفشارة بتاعتي من 5 لفات، دي برضو حاجة ترجعلك وحسب حجم الخيط بتاعك اللي انت بتشتغلي بيه. 2، 3، 4، 5. طبعا لما بيكون الخيط تخين ما بتقدريش تعملي العدد ده من اللفات، ممكن تعملي 3 لفات او 4 لفات. الخيط رفيع بتزودي في عدد اللفات عشان حجم الفشارة يبقى كويس معاكي. كده عملت الفشارة بتاعتي. وكده معايا انا قصيت الخيط وخلصت الفشارة بتاعتي. هبتدي ان انا اقفل غرزة سلسلة واشد الخيط بالشكل ده. وقبل ما اقفلهم مع بعض هبتدي ان انا اعمل الفانوس بتاعي الاجزاء اللي هي دي بالغيرة. همشي صبعي عليها كده على اساس ان هي تبقى منفوخة معايا، ما يبقاش الفانوس نايم كده. دي الغيرة معايا اهي، هعملها كده وهبتدي ادخل صبعي. انا محتاجة بس الجزء ده كده، بمشيها عليهم بالدور كده واحد واحد. ولما بنسيبها تنشف بيفضل الشكل بتاعي زي ما هو شايفين. ممكن اعيد عليها كمان مرة من بره كمان كده، وانا بعمل احاول ان انا انفخها عشان تديلي شكل الفانوس اللي انا محتاجاه. وبسيبها لحد ما تنشف وبعدين نرجع نقفل الجزء اللي فوق. زي ما احنا شايفين الفانوس معانا نشف اهوت بقى كده كويس. بعد كده هنجيب النور ده، دي وحدة اضاءة، وهندخلها في قلب الفانوس هنا. بعد كده هنبتدي نلم ال3 فشارات مع بعض. نظبطها هنيجي من راس الفشارة وهنبتدي ناخد الغرزة كده، وهنيجي من راس الفشارة التانية وهناخد الغرزة كده معانا بالشكل ده. كده اتقفل معانا الشكل. هنحط بس وحدة اللولة دي كده على حرف الفانوس من فوق بالشكل ده كده.
بعد كده بنجيب الجزء ده بنعمل له علقة صغيرة كده نمسكه منها وبنثبتها في قلب الغرز كده. بعد كده بنداري الخيط بتاعنا في قلب الغرز من جوه في قلب الفانوس عشان ما يبقاش باين معانا. وبعد كده بنقص الجزء الباقي كده، بنقص بقى الجزء الباقي معانا ده، وبكده بيكون الفانوس خلص معانا. بتمنى يكون عجبكم واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد.